لما اسمع موقف ان اتنين مخطوبين خارجين مع بعض، وانا طبعا ضد ان يكونوا اتنين لسه مخطوبين ويخرجوا يعني انا هبقى اتكلم في الموضوع ده بعد كده. بس النقطة الاساسية بتاعتي لما اسمع ان الاتنين المخطوبين دول هو المفروض ان هو خارج معاها ومكلمها على اساس ان هو خارج معاها، وفي وسط الخروجه يقول لها طب خلاص يجيله تليفون واحد صاحبه بقى ان هما مثلا هيسهروا في حته معينه او هيخرجوا في مكان معين. فالموضوع عجبه، فيقول لها طيب خلاص روحي انت ونبقى بقى نخرج مرة تانية وهنستمتع وان شاء الله هعوضك وكده. لا، ده انسان يعني مش بيفهم في اي حاجة خالص. انت هتتجوزي واحد بعد كده هتلاقي اهانتك عادي، انه يتعامل معاكي بطريقه مش كويسه عادي، ان يتقل منك عادي. هو اصلا مش راجل، لانه لو راجل هيكون قد كلامه، وانت لما تقبلي بده يبقى انت بتقللي منها قوي، وهي مفروض غاليه قوي. فانت بتقللي من قيمتك قوي علشان حد ما يستاهلش. يعني ايه يسيبك علشان خاطر رايح؟ يعني معنى كده ان هو خروجته مع صاحبه بالنسبه له اقيم من خروجته معاك، بالنسبه له دي تمتعه اكتر، بالنسبه له ديت فيها راحه نفسيه اكتر، بدليل ان هو اختار. فانت لما تقبلي بده وانتوا لسه مخطوبين بعد كده بقى هيبقى ايه الوضع؟ هيبقى ايه الوضع؟ ده هيبقى يزورك في الشقه بقى، مش اللي هو ده انسان مش فاهم يعني ايه مسؤوليه.